شركة بي ام دبليو عندها دايما أفكار مبدعة، في منها اللي بيفضل مجرد حاجة تخيلية ومنهم اللي بيتنافس بجد. مثلا تصميم الشبك لآخر موديل للام 3 صحيح كان غريب جدا، لكنه ما كانش أغرب حاجة بي ام دبليو عملتها. فتعال نعدي على مجموعة من الموديلات اللي خرجت من بافاريا، نسخ غريبة وخروج عن العادي من الشركة، وهو شعار شركة بي ام دبليو The Ultimate Driving Machines، أقوى وأسرع وأجمل عربيات ألماني. لكن في موديل طلع في الخمسينات الواحد حقيقي مستغرب إن عليه لوجو بي ام دبليو، موديل اسمه ايسيتا، مايكرو كار متواضعة في كل حاجة، بتكون قوتها 13 حصان بس، جايين من محرك سكوتر 300 سي سي ووزنها كله 500 كيلو بس، وبتتسارع لسرعة 50 كيلو في الساعة في 30 ثانية. الفكرة ان جه وقت وكان الشكل ده محبوب جدا للسواقة جوه المدينة. هنا مش مهم كل الارقام، المهم تكون معاك مواصلة خاصة بيك لوحدك. العربية اللي صممها وصنعها كانت شركة في ايطاليا، وعرضتها في كذا معرض وحدث ليه علاقة بالعربيات، وفي النهاية عرفوا يعملوا زي صفقة مع بي ام دبليو انها تتباع تحت اسمها، وفعلا اشتروا حقوق ايسيتا. وفي فترة اقل من 10 سنين الانتاجات كانت تعتبر ضخمة، باعوا اكتر من 150 الف مايكرو كار بالشكل ده. فكل حاجة في العربية دي غريبة من مجرد حتى الدخول ليها، وهي بتصنف كعربية لأن ببساطة هي ماشية على 4 عجلات مش عشان شكلها أبدا. وعندك في 2018 في معرض جنيف ظهر موديل كهرباء اسمه مايكرو لينو، كان مستوحى من الأيقونة اللي بي ام دبليو شهرتها جامد جدا من زمان. ودي ما كانتش آخر تعاون لبي ام دبليو مع شركة من إيطاليا، لأن في السبعينات في قسم جديد للأداء العالي وشغل السباقات بيفتح أبوابه لتصنيع أول نسخة للشوارع معمول لها هومولوجيشن. بنتكلم هنا عن نسخة الام 1، اول ويمكن اخر سوبر كار بي ام دبليو عملتها، وهو الموديل ده ما اتعملش منه غير 450 نسخه بالكتير قوي. وهي دي تعتبر كانت نسخه سباقات في الاساس، شغال في تطويرها شركه لامبورجيني. محرك هاند ميد خلفي وسطي 3500 سي سي 6 سلندر وبدفع خلفي. فالمصمم للنسخه دي كان الطلياني جورجيتو جيرارو، وفي ملامح تحسها مديه على لامبورجيني بس مش بشكل هجومي. وبادي العربيه كان كله معمول من الفايبر جلاس علشان يعرفوا يقللوا من وزنها. والعربيه بعيدا عن نظام الحركة اتصنعت كلها في إيطاليا تقريبا، وهو التصميم للجزء الخلفي بعيد جدا عن كل موديلات بي ام دبليو اللي احنا نعرفها، وده اللي مدي العربية دي هوية ملفتة جدا. لكن السوبر كار اللي بجد بيكون المحرك فيها ضخم جدا، سعة كبيرة وعدد سلندرات بال8 وال10 وطبعا ال12 سلندر. لكن ايه رأيك بقى في ال16 سلندر؟ ايوه V16 6600 سي، محرك عملاق ومنزلش للانتاج ابدا من بي ام دبليو، لكنه يعتبر علامه في قد ايه تفكير مسؤولين بي ام دبليو وملوش حدود فعلا. كانت نسخه وحيده بس اللي اتحط فيها المحرك ده، وكانت عربيه من الفئه السابعه، ساعتها زودوا فيها طول قاعده العجلات. وهي فكره ال16 سلندر دي جت من انهم كانوا عايزين محرك اقوى من الفي 12 اللي بينزل على الفئه السابعه في وقتها، اللي كان تنافس طبيعي وقوته 300 حصان. فكقوة أكبر كان دايما بيفكروا إن الحجم يكون أكبر كمان، وده اللي وصل لهم للشيء ده. فهنا المحرك قوته بتكون 400 حصان ووزنه 300 كيلو، وحجمه كان كبير جدا لدرجة إن الكبوت مفهوش مساحة لنظام التبريد. فهنا بيرجعوا الرادياتير لشنطة العربية ورا، وقسموه على جزئين كمان، واتعمل فتحة تهوية مخصوصة للعربية دي في البادي من الفايبر جلاس، تحسها شبيهة بالإنتيك بتاع العربيات اللي محركاتها بتكون ورا، وهي دي اللي مديها شكل ملفت جدا للنسخة الوحيدة دي. والشركة قبل فترة التربوهات كانت بتحب جدا المحركات الضخمة حتى لو على نسخ عائلية في الأساس، وده اللي عملوه مع موديل الاكس 5. الكلام ده مع أول ظهور ليه مع أول جيل في سنة 2000. خدوا نسخة وحشروا فيها محرك 12 سلندر، موديل وحيد معروف باسم X5 ليمان، لأنه بيكون نفس ال V12 اللي كان بينزل على نسخ السباقات في ليمان. المحرك ده حاجة خارقة الصراحة، قوته 700 حصان عند RPM 8، وصل العربية دي لسرعة 310 كيلو في الساعة، وكان قبلها على الهيكل الرئيسي لمحركات الماكلارين F1 السريعة جدا. عرفوا يقطعوا تراك نوردشلايف في نوربرج في وقت قياسي جدا في 7 دقايق و42 ثانية، كواحدة من أسرع العربيات ال SUV لحد النهاردة. أعلى رقم متسجل حاليا للبورش كايين تيربو جي تي ب7 دقايق و39 ثانية، ففرق 3 ثواني بس، وعربية بي ام دبليو دي من 20 سنة. هي صحيح مش حاجة انتاجية، لكن فكرتها مبهرة جدا الصراحة. والهوية الرياضية للشركة دي هي اللي خرجت أجمل عربيات من بي ام دبليو، حاجة مثلا زي الزد 1، موديل قديم جدا لكنها كانت بداية خط الزد الجميل جدا.
الملفت في الموديل ده بجانب طبعا أجزاء البادي اللي معمولة من البلاستيك المقوى هو طريقة فتح الباب للبي ام دي، أو مش فتح بقى، هنا نزول الباب. تعتبر من النسخ اللي يتعدوا على الإيد اللي نفذت فكرة السلايدنج دور. في وجهة نظري دي حاجة شكلها مبدع جدا، وفي وقتها دي كانت نظرتهم للمستقبل في النسخ السبورت، إن الأبواب تكون كهرباء وحركتها لفوق. نظرتهم ما كانتش صح، لكن الزد 1 كانت عربية مختلفة جدا في وقتها. وحقيقي صعب نتكلم عن أكتر تصميمات وأفكار مشاريع غريبة خرجت من بي ام دبليو وما نتكلمش عن شبك الام 3 المرعب اللي عمل ضجة كبيرة جدا كلنا عارفين عنها. طبعا تصميم مبالغ جدا في الحجم وفي حدة خطوطه، ومن النظرة الأولى هتحس إن في حاجة مش متناسقة، لكن دايما كان بيتقال إن في نقطة عملية من ناحية التبريد ومرور الهواء، وإن الموديل بقى كده يعتبر واجهة دعاية علشان العربية تكون ملفتة من بعيد ومعروفة إنها من بي ام دبليو على طول. كل الكلام ده بقى صح أو غلط مش هيغير حاجة في إن التصميم ده هيفضل من أغرب الحاجات اللي كانت في الصورة معاها لوجو بي ام دبليو. طبعا نسخ الام سواء ام 3 أو 5 عربيات بريمو في كل وقت، لكن زمان بقى كان بينزل منهم نسخ مكشوفة، حاجة تضيف جمالية أكتر للموديلات بعيدا عن الأداء بتاعهم. وحاليا مفيش نسخ ام 3 بشكل كونفرتبل، لكن الجيل الأول للام 3 الاي 30 كان متاح ليها نسخ كشف قبل ما يتعمل زي ريبراندنج ويكون النسخ الكوبيه والمكشوفة هي موديلات الام 4. الام 5 هي اللي منزلهاش أبدا أي نسخ إنتاجية مكشوفة ولو مرة واحدة حتى، لكن الشركة مرة فكرت بتصميم مكشوف وقت نزول الجيل الثاني من الام 5، وفعلا اتصنعت نسخة وان اوف للعرض بتكون كوبيه مكشوفة قمة في الجمال حقيقي، لكنها ما نزلتش للإنتاج أبدا لأن هم خافوا إنها تعمل تأثير سلبي على مبيعات الفئة الثالثة. لكن أوقات بي ام دبليو بتعمل حاجات غريبة جدا مع موديلات الام، حاجة مثلا زي فكرة التورينج ونسخ الستيشن واجن، النسخ اللي انتشرت في فترة وما زالت طبعا منتشرة في أوروبا. أشهرهم كانت الام 5 الاي 60 بمحركها الفي 10، ساعتها حولوها لعربية عائلية متعددة الاستخدامات في موديل نادر جدا بكود الاي 61، موديل مسخ جدا من وجهة نظري. ومش بحب ابدا فكرة انك تاخد كل حاجة في نسخة واحدة، لان الفي 10 ده حكاية لوحده، صوته واداؤه وتطوير عالم السباقات اللي هو جاي منه. صحيح اعطاله بقت سمعة ليه، لكن ما يستحقش ابدا يكون ده عقابه انه ينزل في عربية ستيشن واجن. وعلى نفس النمط بتاع موديلات التورينج بنشوف حاجة زي موديل الزد 3 تورينج اللي كان فيها شوية سخرية من تصميمها المنفوخ جدا من ورا على عكس ملامح العربية الرياضية الأصلية، لكن صدقني ده أرحم بكتير جدا من موديلات بي ام دبليو والبيك اب اللي ممكن تفتكر إنها مش موجودة أصلا. في نسخة وحيدة بس الشركة هي اللي نفذتها، كانت مبنية على الموديل الكشف من الاي 30، وهي فكرة المشروع الغريب ده إن قسم الام باور كانوا عايزين نسخة تنقل القطع المستهلكة وتكون وسيلة نقل سريع ما بين الأقسام في المصنع، وكمان تكون متواجدة وقت السباق عند الجراجات تنقل أي قطع غيار للفريق. فبدل ما يروحوا لتصميم جديد اختاروا انها تكون ام 3 معدلة بس بطريقة محدش يتخيلها ابدا. العربية كانت شو طبعا اكتر من كونها عملية، وما كانتش الاخيرة ابدا كمان، لان الشركة في 2011 عملت واحدة جديدة مبنية على الاي 92، ودي ما كانش ليها بقى هدف غير انها تكون دعاية انها كدبة ابريل. منظرها بيكون غريب جدا الصراحة، خصوصا ان الشكل الرياضي جدا للمقدمة مش لايق خالص مع الصندوق اللي ورا، وفي محبين كتير جدا خصوصا من اوروبا للشكل ده. في اشخاص بيقصوا عربيات قديمة وبيصمموا اجزاء بودي تكون بيك اب بمواصفات عالية الماني، وليهم تجمعات بيستعرضوا فيها نسخهم الوحيدة المميزة جدا دي من الشكل اللي انا بشوفه مؤذي للعين ده. والموضوع ما وقفش عند نسخ السيدان بس، لان السفينة بتاع بي ام دبليو موديل الاكس 7 الشركة عملت منه نسخة وحيدة كعربية تحميل، وهي العربية دي مش حاجة انتاجية ابدا، لكنها حرفيا نسخة تخيلية لشكل البي ام دبليو تراك. انا حابب اعرف رأيك بالذات في الشكل ده من عربية بي ام دبليو. انا فاكر وانا صغير شفت فيديو للعربيه دي وما فهمتش هو ايه ده. كانت بي ام دبليو تخيليه بان ما يكونش البادي مصنوع من اي معدن، لكن من ماده مرنه تكون شبيهه بجلد للعربيه. منظر الابواب وهي بتضغط على القماش حاجه مش تقليديه ابدا، مش هتشوف حاجه زي كده على اي نسخه في تاريخ التصنيع كله. والنسخه دي كان ليها حضور في ايفنتات كتير، مش مجرد مجموعه صور وخلاص. بي ام دبليو عندها ميزة تصميمية رهيبة الصراحة، قيمتها بتزيد مع الوقت وحجمها كمان، وهي الشبك الأمامي الثنائي المعروف بالكدني جريل. حطه على أي حاجة في الدنيا وهتكون من إنتاج بي ام دبليو. زي السوبر كار دي عربية بتصميم خارق، لكن بسهولة قدرت تتعرف إنها ليها علاقة ببي ام دبليو بسبب الشبك بتاعها. ودي كانت عربية كونسبت طلعت في التسعينات، كانت متخطط إنها تكون خليفة في الإنتاج لموديل الام 1 اللي اتكلمنا عليه من شوية ده. فبرضه التصميم بيكون إيطالي، وملامحه بتكون جاية من عربية تخيلية اتعملت لبوجاتي وقت الإنتاج في التسعينات.
والكونسبت ده بيكون عليه محرك الفئة الثامنة ال V12، وكان محطوط فيها بشكل ميد انجن، فعربية فضائية وكل حاجة كانت قوية جدا كأرقام. ولكن بعد مدة قصيرة بيقفلوا على المشروع ده كله بسبب ان هم مش عايزين تكرار غلطات زي اللي حصلت مع الام 1 وادت لفشلها بشكل تجاري. فالبي ام دي اتعمل منها 3 نسخ اختبارية، 2 منهم راحوا لسلطان بروناي في النهاية. وفي النهاية أنا حابب أقفل الفيديو ده بعربية مميزة جدا من بي ام دبليو، نسخة وحيدة معدلة حسب الطلب من شركة التعديل الألماني جمبالا. بس مش هندخل في تفاصيل حكاية الموديل الأصفر ده من دلوقتي، بس أعتقد كفاية إن أقولك إنها كانت ملك لعدي صدام حسين. فعايزك تكون متحمس جدا جدا لفيديو قوي هينزل هنا على القناة لمجموعة الراجل ده، فيديو وكلام مش هتشوفه في قناة تانية أبدا غير مع توين تيربو. فخليك معانا في اللي جاي. سلام.